هل الفرق العربية قادرة على التألق في كأس أفريقيا اللي بيقام في المغرب 2025 2026؟ بنقول الكلام ده ليه؟ عطفا على اداء الفرق العربيه في الجوله الاولى من كاس افريقيا. شفنا الفرق العربيه متالقه بشكل لافت، بدايه من المغرب اللي لعب المباراه الافتتاحيه وقدر يتغلب على جزر القمر 2-0، وتالق اللعيبه المحترفه في المغرب وخصوصا دياز اللي تالق تالق كبير. اي نعم، جزر القمر عملت شوط عالمي تكتيكي دفاعي امام المغرب في اول مباراه، لكن المغرب فرض كلمته وفرض سيطرته وفرض استحواذه وقدر يكسب 2-0 مع الرأفة. بقيه الفرق العربيه برضه تألقت. عايزين نقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائي وأعزائي عشاق الكرة مع محترم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن مباريات الجولة الأولى وخصوصا الفرق العربيه. لكن قبل ما نتكلم عايزين حضرتك بعد اذنك اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. لما نيجي نتكلم على الفرق العربيه، المغرب دفعت عن نفسها بشكل ممتاز وقدمت نفسها كمتصدر للمجموعه، وقدمت نفسها ايضا كمرشح انها تاخد البطوله في ارضها في وسط جماهيرها مع لعيبه ممتازه. لكن الفريق اللي عجبنا من الناحيه الفنيه واللي غير فكر كتير في العقول هو فريق تونس مع سامي الطرابلسي، اللي قدم تونس بشكل محترم امام اوغندا. عمل مباراه قويه، والياس العشري اللي جاب هدفين، وتونس عملت مباراه قويه غيرت لنا فكر تونس في المباريات الوديه في البطوله العربيه. النهارده تونس بتقدم نفسها في المجموعه بشكل محترم وقدرت تكسب 3-1 مع الرأفة في مباراة ممتعة من الجانب التونسي. يا ما نخش على قمة الإبداع وقمة الإمتاع، مباراة الجزائر والسودان، فريقين عربيين بيلعبوا بعض. الجزائر قدرت تقدم فول تيم عالي في الملعب، وخصوصا رياض محرز اللي رجعنا أيام زمان، أيام محرز في مانشستر سيتي، أيام محرز في ليستر سيتي. محرز مقدم مباراة عالمية شكله هيقدم بطولة قوية. الجزائر برضو قدمت نفسها في أول مباراة وتصدرت المجموعة بشكل لائق. الفرق العربية عمالة تتألق، لكن الفريق اللي عليه علامة استفهام هو فريقنا المنتخب المصري، اللي الشعب المصري اختلف كثيرا بعد مباراة مصر وزيمبابوي، بعد ما مصر كسبت زيمبابوي 2-1 على ايد محمد صلاح، قمة الفخر بتاعنا واللي على طول بنحتاجه في المواقف الصعبة بنلاقيه. لكن الناس بتقول لك لا، مصر ما عملتش حاجة، احنا بنلاعب اضعف فرق المجموعة، الفريق رقم 23 من 24 في التصنيف في البطولة. ناس تانية تقول لك الفريق عمل 35 محاولة على المرمى، منهم 10 ما بين القائمين والعارضة، او 10 فرص محققة. لكن النهاردة مصر رغم كل حاجة قدرت تتصدر المجموعة. لكن في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها، الا وهي عايزين مصر تصعد مركز اول، لان مصر لو صعدت مركز تاني ووصلت لدور ال 16 وكسبت دور ال 16 في دور الثمانية، هنقابل فريق المغرب على ارضه ووسط جمهوره وبلاعيبته المتقدمه. فلازم مصر والكابتن حسام حسن يركزوا في مباراه جنوب افريقيا دي، هتفرق معانا لو ربنا كرمنا وقدرنا نكمل. عندنا لعيبه حلوه، عندنا مدرب كويس، محتاجين تناسق، محتاجين اداء اكتر من كده. احنا عمالين نتكلم النهارده، عاملين الفيديو ده للفرق العربيه اللي قدمت نفسها بشكل كويس، واحنا كعرب بنتمنى للفرق العربيه كلها التقدم. عايزين البطوله دي ياخدها فريق عربي، وخصوصا انها بتتقدم على ارض عربيه. بالتوفيق لكل الفرق العربيه. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، السلام عليكم.